جات لي رسالة بتقول بيتنا شبه الفيلم، كل حاجة شكلها كامل لكن تمثيل. أبويا بيحب نفسه بس بيحب يبان إنه ناجح ومثالي، لكن عمره ما قال لي أنا فخور بيكي مهما كنت ناجحة ومجتهدة. أمي كمان النسخة الناعمة من النرجسية، بتتحكم بس من منطلق إنها همها مصلحتي وعايزالي الخير، والغريب إنها فاهمة إن مصلحتي هو رأيها بس. أخويا كمان بقى النرجسي الصغير، رأيه هو الصح وأي حد تاني تافه وغلط، وأنا عايشة في الفيلم ده من زمان. كل اللي بعمله إني بحاول أتعايش مع كل الضغوط دي، بس المشكلة الأكبر إني بقيت مشوهة من جوه، خاف أتكلم وحاسة إني دايما فاشلة مهما عملت. طيب خليني أقولك، لو كل الناس دول خدوا منك حرية القرار، فلازم دلوقتي تاخدي قرار إنك تكوني مع مرشد نفسي يساعدك إنك تخرجي من ظلم التربية النرجسية اللي عشت فيها، لأنك مش هتعرفي تعملي كده لوحدك، ومحتاجة حد يساعدك على كده علشان ما تكونيش إنسانة مكسورة في حياتك، أو أم بتظلم ولادها وبتكرر نفس الغلطة، أو فريسة لنرجسيين تانيين. ساعدي نفسك وابدأي فورا.